عمرك وقفت في سوبر ماركت وبصيت على الطابور اللي جنبك ولقيته بيتحرك اسرع من الطابور اللي انت واقف فيه، وتقول يا ريتني كنت واقف معاهم؟ بس الغريب انك حتى لو غيرت الطابور نفس الاحساس ده يفضل يطاردك. في دراسه اتعملت في جامعه MIT الباحثين اكتشفوا ان عقل الانسان بيركز اكتر على الخساره من تركيزه على المكسب. يعني لو طابورك اتحرك 3 خطوات والطابور التاني سبقك بخطوه واحده بس، دماغك هتسجل خساره وتنسى ال3 خطوات اللي انت كسبتها. وده بيخليك دايما مقتنع انك اخترت الاختيار الغلط او الطابور الغلط. وهنا بقى يجي السر في البيزنس. الشركات عارفة إن الإحساس ده بيخلي العميل يتضايق بسرعة، فعملت حلول عشان تخفف شعورك بالظلم والألم ده. فمثلا السوبر ماركت بدل ما يسيبك في طابور واحد طويل فتزهق، يفتح كاشيرات أكتر عشان الطوابير دي تبان أقصر، فيخلي دماغك دايما مرتاحة وأنت واقف. شركات الطيران عارفين إن منظر الناس واقفة في طابور طويل أو صف طويل بيخليك متوتر، فاخترعوا فكرة البوردنج جروب. مجموعة واحد، المجموعة اتنين، المجموعة تلاتة. في الآخر الكل داخل نفس الطيارة، لكن تقسيم الصفوف بيخلي انتظارك أخف على دماغك فبتهدى. الدرس هنا إن مشكلتك مش في الطابور نفسه، المشكلة في دماغك اللي بتركز على الخسارة. والشركات الذكية عارفة ده، فبتلعب على طريقة عرض الطابور عشان تخلي تجربتك أهدى وأريح. سلام.